السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض قاعده بيضاويه زي ما انتم شايفين للشنطه او اي حاجه انت حابه تعمليها، شنطه باك او شنطه كروس، اي شنطه انت حابه تعمليها وحابه تعمليها قاعده بيضاويه هنعملها مع بعض النهارده. شايفين شكلها متناسق وعامل ازاي ومظبوطه من الجوانب بتاعتها مظبوطه زي ما انتم شايفين كده. هنشوف هنعملها مع بعض النهارده. اول حاجه الخيوط اللي انا هستخدمها، انا استخدمت خيوط سلسله. ده كده شكلها بتيجي بالشكل ده كده، او بتيجي شلل وانت بتلفيها بقى زي كور كده. وهستخدم ابره مقاس 5. بالنسبه للخيوط اللي انا استعملتها استخدمت ابره مقاس 5. لو انت حابه خيوط مكرميه، اي خيوط متوفره عندك، او الخيوط القطن، اي خيوط متوفره عندك وحابه تعملي بيها هتبقى شكلها حلو برضو. واستخدمت ابره مقاس 5. وطبعا معايا علامات، 4 علامات للغرز زي كده. يلا نشوف بقى نبدا نعملها مع بعض ازاي. انا دلوقتي كده هعمل هسيب حوالي 70 سنتي من الخيط بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده. هسيب الاول جزء من الخيط كده، وهاجي اعمل عقدة البداية، وفي الاخر هوريكم بقى هنعمل الخيط ده هنستخدمه في ايه. اهو هنعمل عقدة البداية بالشكل ده كده، وانا هعمل 15 سلسلة. لو انت حابة الشنطة القاعدة بتاعت الشنطة اكبر من كده هتعملي بقى عدد سلاسل 20، او زي ما انت حابة تعملي، او هتقيسي على الشنطة اللي انت عايزة تعملي عليها وتعملي عليها عدد السلاسل. انا كده هعمل 15 سلسلة. 1 2 3. وهاخد سلسله ارتفاع، يبقى انا كده عملت 15 سلسله وخدت سلسله ارتفاع زي ما انتم شايفين كده. هنيجي بقى السلسله الارتفاع اللي احنا خدناها دي خلاص هنسيبها، هندخل على اللي بعديها كده ونعمل غرزه حشو، وهنعلم بالعلامه. لو مشيتي معايا زي ما انا عملت كده تطلع معاكي مظبوطه وشكلها حلو قوي، وهتبقى مظبوطه معاكي زي ما انت شايفه كده، لان في ناس كتير بتعرفش تعمل القاعده البيضاويه للشنطه، فحبيت ان انا اعملها معاكم. هندخل بقى نعمل في كل اول غرزه انا عندي عملتها علمتها بالشكل ده كده. هنكمل بقى بقيه الغرز كلها غرز حشو عادي لحد ما نوصل لاخر غرزه، ونشوف هنعمل تزايد فيها ازاي. طبعا احنا التزايد بتاعنا هيبقى من الجنب ده وهيبقى من الجنب ده علشان خاطر تديني الشكل البيضاوي اللي انا عملته. انا كده خلاص عملت غرز حشو ووصلت لحد اخر غرزه، وهدخل اعمل فيها 3 غرز حشو اهو. هدخل فيها اعمل 3 غرز حشو. اول غرزة عملتها كده هبدأ ان انا اعلم الغرزة دي كده، هعلم اول غرزة واخر غرزة، يبقى كده 1 2 3 اهوت. شد الخيط كده معايا عشان خاطر ماسكة على الغرز. وهعلم الغرزة التالتة، يبقى انا كده علمت اول غرزة وتالت غرزة اهو. وهدخل بقى في الغرز اللي عندي كده اعمل غرز حشو عادي في بقية الغرز في الجهة التانية لحد ما اوصل للعلامة اللي انا علمتها دي كده. فهدخل بقى كده علمت اول غرزة واخر غرزة، يبقى انا عملت 3 هنا كده، 3 تزايد في نفس المكان، وعلمت اول غرزة والغرزة التالتة. هكمل بقى غرز حشو لحد ما اوصل للعلامة وارجع بقى هنشوف هنكمل مع بعض ازاي. كده وصلت بقى للعلامة كده زي ما انتوا شايفين، باقي عندي اخر غرزة اهي. هدخل اعمل فيها تلات غرز حشو زي ما عملنا في الجنب التاني. واول غرزة عملتها كده هبدأ ان انا اعلمها بالشكل ده كده اهو. وهعمل كمان في نفس المكان 2 1 2، يبقى كده 3 غرز حشو زي ما عملنا في الجنب التاني. والغرزة التالتة كمان هعلمها بالشكل ده كده. وطبعا المكان الغرزة بقى اللي عليها الدور اللي هي فيها الإبرة دي أنا كده بقفل فيها. بقفل هنا بمنزلقة في كل الأدوار، كل دور باجي فيه يبقى ده كده القفل بتاعي بتاع الغرز، وابدأ من هنا دور جديد. يبقى أنا عملت عملت 15 غرزة، 15 سلسلة، عملت عليهم غرز حشو، وجيت هنا كده عملت في الجنب ده 3 غرز حشو وعلمت الغرزة الأولى والتالتة، وهنا برضو عملت 3 غرز حشو علمت الاولى والثالثه. ودي الغرزه الاولانيه خالص اللي احنا كنا علمناها، اول غرزه في بدايه الدور اللي علمناها دي بقى اللي احنا هنقفل فيها كل دور. يبقى بعد ما علمنا ده كده هنشيل الابره العلامه بتاعتنا، وهندخل هنا كده نقفل منزلقه زي ما انتم شايفين كده اهو، وناخد سلسله اهو، وندخل في نفس المكان اللي قفلنا فيه منزلقه نعمل غرزه حشو، ونجيب العلامه نعلمها في الغرزه بتاعتنا الحشو دي. طبعا مع بدايه الدور الجديد خلي بالك من الغرزه دي عشان خاطر ما تعتبريش ان دي غرزه، ديت الغرزه المنزلقه اللي احنا قافلينها، قافلين بيها الدور بس كده. هنعمل بقى غرز حشو بالشكل ده كده لحد ما نوصل للعلامه بتاعتنا، ونشوف بقى هنعمل التزايد بتاعنا ازاي في الغرز.
كده وصلت للعلامة عندي اللي هم ال3 اللي أنا كنت عاملاهم، معلمة أول واحدة والتالتة هاشيل العلامة دي كده وهادخل أعمل 2 غرزة حشو في نفس المكان، يبقى أنا باعمل تزايد عندي ال3 دول باعمل فيهم كل غرزة فيهم 2 حشو في نفس المكان، أدا كده أول غرزة، هاعلم بقى أول غرزة بالشكل ده كده، وهاعمل في نفس المكان غرزة كمان، يبقى كده 2 واللي بعديها كمان 2 في نفس المكان. باعلم الأولى والأخيرة 2 في نفس المكان، ودي كمان هاعمل فيها 2 غرزة في نفس المكان. عملت كده غرزتين حشو، هاعلم بقى الغرزة الأخيرة بالشكل ده كده، يبقى كده بقى عندي 6، يبقى عملت بقى على ال3 دول عملت كل واحدة فيهم 2 2 2، علمت الأولى وعلمت الأخيرة. هكمل بقى غرز حشو لحد ما اوصل للعلامة اللي عندي، وهعمل فيها برضو زي ما عملت هنا كده، هعمل 3 حشو، 3 2 هنا و2 هنا و2 هنا هيبقوا 6، وهعلم الأولى وهعلم الأخيرة زي ما عملت في الجنب ده كده. هكمل بقى كده لحد هنا وارجع لكم تاني. كده بقى وصلت للعلامة اهو، هشيلها واعمل فيها 2 حشو واعلم اول غرزة زي ما انتوا شايفين كده، زي ما عملت في الجنب التاني. هذا كده 1 اول غرزة هعلمها بالشكل ده كده اهو، وهعمل في نفس المكان غرزة كمان، وهعمل هنا برضو 2 حشو، وهعمل هنا 2 حشو، وفي اخر غرزة هعلمها. هعمل بقى كده وارجع لكم تاني. شايفين كده اللي مظبوطه معايا ازاي، ومش مش ملويه ولا فيها اي حاجه، وشكلها مظبوط جدا. شايفين الجوانب بتاعتها مظبوطه كده اهو، ومفروده، مش عامله كده. كده انا خلاص بقى خلصت، عملت هنا بقى ال6 غرز زي ما احنا عملنا الجنب التاني. شايفين بقى الغرزه دي كده، ديت ما اعتبرهاش غرزه خالص، دي الغرزه اللي احنا بنقفل فيها. فبشيل العلامه كده، وباجي على الغرزه دي كده اقفل فيها بمنزلقه، وارتفع سلسله زي ما انتم شايفين، وادخل اعمل غرزه حشو واقفل معايا واحط العلامه عندي بالشكل ده كده. وهكمل بقى الجنب ده كله غرز حشو لحد العلامه، ونشوف بقى التزايد، الدور ده هيبقى مختلف، هنشوف بقى التزايد ده هنعمل ايه فيه. فهعمل بقى كده غرز حشو لحد العلامه وارجع لكم. كده خلاص وصلت للعلامه زي ما انتم شايفين كده، وهشيل العلامة بالشكل دوت، وهدخل أعمل غرزة من غير تزايد. الدور ده بقى هيبقى كده، هعمل أول غرزة مفيش فيها تزايد، يبقى الدور ده هعمل غرزة من غير تزايد، وهعمل واحدة تزايد في نفس الغرزة، وهعمل واحدة من غير، الدور ده بعمل فيه كده، بشيل العلامة بعمل واحدة من غير تزايد، بعمل إيه؟ واحدة تزايد وواحدة من غير تزايد، وغرزة تزايد، والغرزة اللي بعديها مفيش فيها تزايد، والغرزة اللي فيها العلامة هيبقى فيها التزايد. يبقى الدور بتاعي ده كده بعمل فيه بالشكل ده كده اهو، بعمل عندي 3 تزايدات. يبقى انا كل دور من الجنب ده والجنب ده بيبقى فيه 3 تزايدات، لازم بحسبهم ان هم 3. يبقى كده انا عملت واحدة من غير، ودي تزايد اهي، ودي كده واحدة من غير، ودي تزايد، وواحدة من غير وتزايد. يبقى كده عندي مجموع التزايد عندي 3 في كل جنب من الجوانب، بعمل فيها 3 تزايد، ما زيدش عن ال3 تزايدات بس، عشان خاطر تديني شكل مظبوط كده. كده علمت بقى الغرزة الأخيرة اهو، هكمل بقى بقية الغرز لحد ما اوصل لمكان العلامة وارجع لكم. كده انا خلاص بقى وصلت للعلامة بالشكل ده كده، هشيل برضو العلامة وهعمل زي ما عملت في الجنب التاني، زي ما عملت في التزايد هعمل فيه هنا برضو كده. هشيل العلامة، هدخل اعمل هنا كده واحدة اول غرزة من غير تزايد، وهحط العلامة بتاعتي. يبقى انا الدور ده بعمل فيه واحدة تزايد وواحدة من غير، ببدأ الاول اول غرزة بعملها تبقى من غير تزايد، وبعدين بعمل واحدة تزايد واحدة من غير، واحدة تزايد واحدة من غير، العلامة بتاعتي بيبقى فيها التزايد. هكمل بقى بالترتيب ده كده وارجع اوريكم هنكمل الدور اللي جاي ازاي. كده خلاص خلصت بالشكل ده كده، وصلت للعلامة. طبعا المكان ده اللي احنا قلنا عليه الغرزة دي ما بنعملهاش غرزة خالص، لان ديت المكان اللي بنقفل فيه، ديت اللي هي غرزة المنزلقة، فعشان خاطر ما تتلخبطيش وتعمليها غرزة وتبوظ معاكي الشغل. هدخلي هنا كده في الغرزة واقفل المنزلقة وارتفع سلسلة زي ما انتوا شايفين، وادخل في نفس المكان اللي قفلت فيه المنزلقة اعمل غرزة حشو اهو، واقفل تاني واحط العلامة بتاعتي دي، وهكمل بقى غرز حشو عندي. ده كده ايه، بدأت كده في رابع دور. يبقى انا الدور اللي فات عملت فيه غرزة من غير تزايد وغرزة تزايد، مشيت الدور من الجوانب كده، واحدة من غير وواحدة تزايد، بعمل 3 هنا تزايد، بقى 3 تزايد هنا والتلاتة تزايد ما بين الإبرة العلامة والعلامة، بعمل ايه هنا كده 3 في كل جنب من الجنب ده. هكمل بقى غرز حشو لحد ما اوصل للعلامة، ونشوف بقى التزايد اللي جاي هيبقى ايه.
وصلت كده للعلامة، هاشيل العلامة بالشكل ده كده. طبعًا العلامة عندي موجود فيها غرزة من غير تزايد عشان خاطر تبقي عارفة، مكان العلامة هنا إيه، ديّة غرزة ما فيش فيها تزايد، فهاروح عاملة فيها تزايد. يعني أنا عندي العلامة هنا مكانها غرزة من غير تزايد، أعمل فيها تزايد عشان خاطر تضبط معايا الشكل. لو أنا عملتها من غير تزايد وجيت عملت هنا في التزايد هالاقي القاعدة طالعة بcurve كده، بجناب كده، ويبقى شكلها مش حلو. فأول غرزة هنا دي طبعًا غرزة من غير تزايد، هاروح داخلة فيها عاملة فيها 2، هاروح داخلة فيها عاملة فيها إيه، تزايد بالشكل ده كده. عشان إحنا أول غرزة لو تفتكروا الدور اللي فات أول غرزة عملناها ما كانش فيها تزايد، كانت غرزة من غير، فعملت أنا هنا مكانها غرزة تزايد عشان خاطر إيه، تضبط معايا الشكل. يبقى هاعمل غير كده غرزة تزايد، وهاعمل 2 من غير تزايد. يبقى أنا كنت باعمل هنا واحدة من غير، واحدة تزايد، واحدة من غير، واحدة في الدور اللي قبليه، واحدة من غير، واحدة تزايد، واحدة من غير، واحدة تزايد. المرة دي بقى عملت تزايد 2 من غير، باعكس الشغل بتاعي، تزايد 2 من غير، تزايد بالشكل ده كده. ده كده تاني، زي ما إحنا قلنا إحنا بنعمل 3، ده كده أول تزايد، ده التاني باعمل 2 من غير زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين تزايد 2 من غير أهو. وبكمل بقى، بعمل غرزة وبشيل العلامة عادي وبعمل فيها غرزة. يبقى أنا كده خلصت التزايد بتاعي في الجنب ده أهو، وبحط العلامة مكانها تاني زي ما انتم شايفين. بكمل بقى غرز حشو لحد ما اوصل للعلامة التانية، وبعمل زي ما أنا عملت هنا كده بالظبط. هكمل بقى غرز حشو وارجع لكم. شايفين كده القاعدة مظبوطة ازاي؟ لحد كده احنا ماشيين مظبوط، والجوانب من هنا ومن هنا زي ما انتم شايفين مش طالعة كده بجناب ولا أي حاجة، ومظبوطة جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. وصلنا بقى للعلامة، هنعمل زي ما عملنا في الجنب ده كده، أو هنشيل العلامة وهنعمل هنا فيها تزايد عشان الغرزة الدور اللي قبل ده كانت مكان العلامة من غير تزايد، فهنبدأ نعمل فيها تزايد 2 من غير، تزايد 2 من غير لحد ما نوصل للعلامة. وارجع لكم تزايد 2 من غير، تزايد 2 من غير، ونكمل الدور كده لحد ما نرجع للعلامة، وارجع اوريكم الدور اللي جاي هنعمل ايه فيه. كده وصلت للمكان اللي فيه العلامة، هشيل العلامة بالشكل ده كده، وهقفل بمنزلق زي كل مرة بنقفل فيها اهو، وارتفع سلسلة واعمل غرزة حشو واعلم العلامة بتاعتي، وهكمل بقى بقية الجزء ده غرز حشو لحد العلامة، ونشوف بقى الدور اللي جاي. ده كده رابع دور، هنعمل الدور اللي جاي هيبقى الخامس، هنيجي لحد هنا ونشوف هنكمل الغرزة دي الدور ده كمان ازاي. الدور ده بقى هنعمل ايه فيها؟ طبعا احنا كنا قلنا ان احنا بنعكس الدور اللي قبله، بنعكس الادوار عشان خاطر بنعكس الشغل هنا كده علشان خاطر الشغل يطلع معاكي مظبوط. فاحنا الدور اللي فات كنا عاملين تزايد الأول، بدأناه بتزايد و2 من غير. المرة دي بقى هنعمل إيه؟ هنعمل 3، المكان ده إيه فيه تزايد أهو، هنعمل فيه بقى 3 من غير تزايد، 1، 2، هنحط بس العلامة كده عشان خاطر نبقى عارفين البداية بتاعتنا أهو. يبقى كده هنعمل 3 من غير تزايد، إحنا كنا بنعمل واحدة تزايد و2 من غير، إحنا بقى هنعكس، هنعمل الأول 3 وواحدة تزايد. يبقى كده عملت 1، 2، 3 وواحدة تزايد زي ما انتم شايفين كده. يبقى 3 اهو وواحدة تزايد، 1، 2، 3، ودي كده تزايد. يبقى الدور بتاعنا هيبقى بالشكل ده كده، هيبقى 3 غرز حشو وواحدة تزايد. وطبعا انت بقى بعد كده عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل معايا، هتبداي انت بقى تنظمي الشغل بتاعك زي ما قلنا ان احنا بنعكس الشغل. لو بداية الدور هيبقى لو انت شايفه ان في بدايه الدور عندك هنا في مكان العلامه تزايد، مش هتعملي هنا تزايد عشان خاطر الشغل ما يبقاش جاي معاكي بجنب كده للقعده. هتنظمي بقى كده زي ما احنا عملنا بالشكل ده كده. هكمل بقى انا كده كمان دورين زي ما انا قلت لكم. هنشوف بقى طبعا انت على حسب بقى العلامات اللي موجوده عندك مكانها ايه، فهتبداي ان انت تشوفي الشغل بتاعك. وده كده ايه، لو انت الخيوط بتاعتك سميكه عن دي عشان رفيعه، فهتلاقي القعده اصلا ظبطت معاكم، ممكن ما تحتاجيش تكملي ادوار تاني. هكمل بقى اللفه دي كده زي ما احنا قلنا 3 من غير وواحده تزايد، ونرجع بقى نشوف شكل القعده بتاعنا عامل ازاي. انا كده خلصت القعده، وصلت معايا للشكل ده كده. وطبعا هقول لكم انا عملت ازاي انا عملت كمان دورين بعد الدور الاخير اللي انا عملته معاكم، وعملت 2 كمان. زي ما احنا قلنا ان احنا بدانا الاول الدور اللي هو اللي كان الخامس أو مش فاكر او السادس، بدانا ب 3 من غير تزايد وواحده تزايد. الدور اللي بعديه بقى عملت ايه، بدات بالتزايد وبعدين عملت 4 من غير اهو، ده تزايد اهو، وعملت 1، 2، 3، 4، 4 من غير وواحده تزايد، و4 من غير وواحده تزايد. ده كده الدور عملته بالشكل ده كده اهو.
الدور اللي بعديه بدأت ب5، يبقى الدور اللي أنا عملته ده كده الدور اللي بعديه بدأت ب5 من غير 1 2 3 4 5، وده التزايد أهو 1 2 3 4 5. عكست بقى إيه، بدأت 5 من غير وواحدة تزايد زي ما انتوا شايفين طلعت معايا بالشكل ده كده. هنشوف بقى هنعمل مع بعض، شايفين الجزء ده كده دي زي غرز منزلقة كده عشان تديكي شكل حلو للقاعدة بتاعة الشنطة، هنعملها مع بعض دلوقتي. ده كده الظهر بتاع القاعده بتاعتي، شايفين الجزء اللي انا كنت قلت لكم سيبوه علشان خاطر هنعمل بيه حاجه، فاحنا هنعمل بيه بقى الغرز المنزلقه عشان خاطر تدايري معايا الاخرام اللي موجوده دي كده. هاجي بقى من هنا كده ادخل بالابره اسحب دي كده اهو زي ما انتم شايفين، سهله جدا يعني اهو، واروح جايه داخله في غرزه كده سحبه الخيط اهو، واعمل كده منزلقه. الخيوط بتاعتي ماسكاها من القاعدة، باجي هنا بدخل في الجزء ده وبعمل منزلقة زي ما انتوا شايفين كده من ايه، من السلسلة اللي انا كنت سايباها في الاول خالص اهو. هتكملي بقى كده لحد ما تعمليها كلها بالمنزلقة بالشكل ده كده عشان خاطر يديكي شكل ايه حلو كده للقاعدة بتاعت الشنطة والدار الاخرام اللي هنا دي كده. هكمل بقى ونرجع نشوف هنكمل بقية الشنطة بغرزة ايه. خلاص بقى خلصتها بالشكل ده كده وعملت هنا غرز منزلقه. طبعا انا هعمل الشنطه من هنا كده، دي كده ايه اللي هيبقى من جوه الشنطه، والجزء ده هيبقى ايه بره. هرتفع بقى بالادوار بتاعه الشنطه، فهرتفع الاول دورين وبعدين هعمل من هنا كده القاعده بتاعه الشنطه هعمل لها بوري علشان خاطر اعمل لها ايه تبقى مدعومه بالبوري وتبقى ايه متماسكه القاعده بتاعه الشنطه بس كده. فهعمل دورين الاول وبعد كده اعمل البوري بعد كده. كده بقى الدور اللي احنا بنرتفع بيه بسلسلة زي ما انتوا شايفين كده هدخل اعمل فيه غرز حشو، وهعمل الدور ده كله بالغرز الحشو تحت الحلقتين بالشكل ده كده اهو. هعمل الدور كله بقى كده ونرجع نشوف بقى ايه هنلف بقى على القاعدة كلها كده لحد بداية الابرة العلامة هنا، ونشوف بقى الغرزة بتاعتنا هنعملها اللي بعد كده هنعملها ازاي للشنطة. كده خلاص وصلنا للعلامة زي ما انتوا شايفين. هنشيل بقى العلامة خالص، واحنا اصلا مش هنقفل الشنطة بغرز منزلقة، فالعلامة كده احنا خلاص مش محتاجينها. هندخل في المكان اللي فيه العلامة وهنعمل فيه غرزة حشو عادي خالص، مش هيبقى فيه بقى منزلقة ولا اي حاجة. اشد دي كده وهدخل في العلامة كده تحت الحلقتين اعمل غرزة حشو اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لما تعمليها بالبوري هتبقى متماسكه معاكي اكتر من كده، هي اصلا متماسكه برضو كويسه بس البوري بيدي دعم كده للقاعده بتاعه الشنطه وبيخليها متماسكه. ده كده الدور اللي احنا ارتفعناه شايفين كده اهو، ده كده ايه القاعده من تحت. هنكمل بقى الدور اللي بعد كده. احنا هنعمل ايه في ادوار في غرزه الشنطه؟ هعمل غرزه حشو عاديه وغرزه حشو عميقه. يبقى انا كده بدات الدور بغرزه حشو عاديه اهو. الغرزه الحشو العميقه شايفين كده دي، شايفين حرف الفي اللي تحت ده اهو، يا رب يكون واضح ده كده. هدخل بقى تحتها كده اعمل غرزة حشو عميقة تحت حرف الفي كده اهو، مظبوط كده بايدي. والغرزة اللي بعديها غرزة حشو عادية تحت الحلقتين اهو، اللي بعديها دي غرزة حشو عميقة تحت حرف الفي، ودي غرزة حشو عادية، دي كده غرزة حشو عادية. هاجي على الغرزة اللي بعديها تحت حرف الفي اعمل غرزة حشو عميقة، يبقى ودي غرزة عادية، اللي بعديها غرزة عميقة تحت حرف الفي اهو. يبقى انا بعمل غرزة عادية تحت الحلقتين كده، دي كده غرزة عادية. غرزة الحرف تحت حرف الفي، شايفين حرف الفي كده بدخل كده اعمل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين عميق. شايفين كده شكلها عامل ازاي؟ شكلها هيبقى شيك قوي في الشنطة زي ما انتوا شايفين. هكمل بقى كده بالشكل ده كده بقية الشنطة كلها. طبعا انا بعد ما اخلص الدور ده طبعا الدور اللي بعديه هيبقى مختلف، وهتفضلي ماشية على الأدوار دي بعد كده. يعني أنا بدأت هنا غرزة حشو عادية، مكان غرزة الحشو العادية دي هعمل فيها عميقة. يعني لما اجي بقى اخلص الدور كله واجي هنا كده عند البداية عند مكان الدور ده هدخل اعمل في الغرزة دي هعملها عميقة، الحشو العادية. الحشو العميقة اعملها عادية تحت الحلقتين، ابدل بقى حشو العادية اعملها عميقة، الحشو العميقة اعملها تحت الحلقتين. هكمل بقى كده لحد ما ارتفع بالشرطة وارجع اوريكم الشكل الغرزة هيبقى عامل ازاي. هفضل بقى ارتفع بالادوار لحد ما توصل معايا للمقاس اللي انا حابة اعمله، وبعدين نرجع بقى نشوف بقية تقفيل الشنطة.
كده خلاص، ده كده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. فضلت ارتفع بالادوار لحد ما وصلت معايا للطول الشنطه، وطولها بالشكل ده كده. الطول دوت مقاسه 25 سم، طول كده ده كده 25 سم. لو حابه تزودها عن كده برضو براحتك، مفيش مشكله. هوريكم بقى الغرزه بنعملها ازاي برضو علشان خاطر تبقى واضحه معايا. اهو شايفين كده، دي كده اسمها غرزه الحشو العميقه زي ما انت شايفه كده. دي كده غرزه حشو عاديه اهي. الضوء اللي بعديها دي كده غرزه حشو عاديه، بعملها ايه؟ بعملها عميقه. بدخل تحت، شايفين كده ده حرف الفي اهو بتاع الغرزه اهو. بدخل تحت الغرزه كده واسحب خيط، غرزه حشو ايه عميقه زي ما انتوا شايفين يبقى شكلها كده. اللي بعديها دي غرزه، دي كده غرزة عميقة. الغرزة ديت غرزة ايه؟ الحشو العادية بنعملها عميقة، والعميقة بنعملها حشوة عادية تحت الحلقتين عادي خالص. دي كده الغرزة بتاعتنا، يا رب تكون واضحة اهو. دي كده حشوة عادية بعملها عميقة. بدخل تحت الحرف الفي كده واسحب خيط واعملها واطول وارفع ايدي بالابرة كده واعملها بالشكل ده كده. دي كده ايه الغرزة بتاعتنا اللي احنا عملناها. طبعا انا قفلت الشنطة زي ما انتوا شايفين، ركبت بطانه وعملت برضو سوست قفلتها اهو. طبعا بعد كده بتقفلي بمنزلقه بقى وكده خلاص بقى ايه، بيكونوا خلصت الشنطه. شايفين السوست عامله ازاي؟ تقفيلها مظبوط جدا. هحط لكم لينك فيديو كنت مركبه فيه الشنطه. انا طبعا في شنط عملتها على القناه، وعملت برضو بوك كنت مركبه فيه، كنت معرفاكم طريقه تركيبه البطانه والسوسته. هحط لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف، او كلمه اللي هي اسمها المزيد، كلمه المزيد تحت الفيديو بالظبط. هتضغطي عليها هيجي لك بقى اللينكات اللي انا حاطها لكم. هحط لك لينك تركبي فيه السوسته والبطانه زي ما انتم شايفين، تركيبهم حلو جدا. شايفين البطانه عامله ازاي من جوه، تقفيلها عامل ازاي اهو. والسوسته برضو ركبتها بخيط عادي خالص، مفيش فيها اي مشكله. ما كانش عندي بس لون مناسب للسوسته فعملت بلون ابيض، هي مش هتبان من بره يعني. شايفين كده لما تيجي تقفليها مش باينه خالص. هنشوف بقى هنعمل مع بعض اليد زي دي كده. انا عامله للشنطه يد زي ما انتم شايفين، يد شكلها شيك قوي، وعاملاها بالحلقات كده بالشكل ده. هشوف هنعملها مع بعض ازاي عشان خاطر اعملها من هنا كده تتقفل كده، عشان لما تحبي تتني اليد كده تتنيها براحتك، ما فيش فيها مشكله. هشوف بقى كده ايه، هوريكم طريقه عمل اليد دي. طريقه اليد هعملها ابره مقاس 3.5 اهو. هتعملي ايه بقى؟ اول حاجه هتسيبي سلسله، جزء من السلسله قد كده في حدود 20 سم مثلا. شايفين ده كده الجزء اللي انا سبتها علشان خاطر هنقفل فيها الحلقات بتاعه اليد. هنعمل بقى عقده البدايه بالشكل ده كده اهو، وهنعمل 6 سلاسل. واحد، هي طريقتها سهلة جدا وشكلها شيك قوي. 1 2 3 4 5 6. 6 ايه سلاسل بالشكل ده كده. هنيجي في السلسلة الأولانية اللي عملناها خالص، هندخل فيها ونسحب خيط ونقفلها منزلقة زي ما انتوا شايفين كده. اليد بتاعت الشنطة عبارة عن غرز منزلقة. هاجي بقى هنا كده، شايفين ديت أول حلقة اهي. طبعا الغرزه السلسله بيبقى فيها 2. الحلقه الاولى هي دي اللي بنعمل فيها الغرز بتاعتنا، هنقفل هنعمل منزلقه. دي كده طريقه اليد في ال6 اللي عملناهم، هنفضل رايحين جايين عليهم منزلقه اهو. دي التالتة، الرابعه منزلقه، الخامسه، السادسه. وسع ايدك في الغرز عشان خاطر ما تضايقيش. شايفين هتبدا ايه تلمي معايا كده. هفضل ماشيه بقى كده ايه في كل السلاسل اللي عندي منزلقه، افضل ارتفع بيها كده لحد ما توصل معايا لطول اليد اللي انا حابه ان انا اعملها اه. هتفضلي بقى كده، هتبدا ايه تبان معايا بالشكل ده كده اهو. في السلاسل اللي عندك كده، اللي هي الاولى مش الاخيره اهو، حرف الفي اللي هي السلسله الاولانيه، بتدخلي فيها تعملي منزلقه كده خالص لحد ما توصل معاكي للطول اللي انت حابه تعمليه. كل ما بتزودي بقى هتبان معاكي، والشكل بتاعها هيبان معاكي زي ما انت شفتوها كده في اول الفيديو اهو. دي كده طريقة اليد، طريقتها سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص، وفي نفس الوقت شكلها شيك ومتماسكة. يعني هتخلي لك الشنطة متماسكة. تقدري تعمليها برضو للبوك لو انت حابة تعمليها اهو. شايفين كده لما برتفع بالادوار بدأت تبان معايا ازاي منزلقة. هي عبارة عن غرز منزلقة بس كده. شايفين بدأت تبان معايا ازاي اهو. تفضلي بقى ترتفعي كده بيها لحد ما توصل معاكي المقاس اللي انت حابه تعمليه. هو المقاس دوت في حدود 25 سنتي اهو. مقاس اليد انا عاملاها ايه كبيره شويه عشان خاطر اعرف امسكها.
اهو. بعد ما بتخلصي بقى كده خالص، شايفين انا كده ركبت هنا الحلقه دي. بعد ما بتخلصي برضو وتوصلي هنا كده، بتسيبي برضو جزء من السلسله زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر هتركبي فيها الحلقه. هتجيبي بقى الحلقه بالشكل ده كده، الحلقات بتاعتك اهي معاكي الحلقه كده. هتدخلي في الغرز بالشكل ده، وتسحبي وتدخلي بقى الحلقه كده، وتسحبي الخيط بالشكل ده كده اهو. تركيبها سهل جدا. بس هتدخلي بقى الخيط من جوه كده، وترجعي تسحبي برضو من هنا تاني الخيط، من هنا تاني من الغرز دي، تسحبي بيها السلسلة زي ما انت شايفة بالإبرة بتاعتك عادي خالص اهو. بس دي كده طريقة تركيب الحلقات. وبعد كده بتروحي جاية بقى مدخلاها في الغرز ومسيحاها بالولاعة عشان خاطر ما تفكش مني. بس كده ادخل بكده، اسحب الخيط وادخل السلسلة جوه دي كده، وادخل بالإبرة اسحب خيط تاني لحد ما ما تتقفل معايا كويس زي ما انتوا شايفين كده. بس دي كده طريقة تركيب الحلقة. باجي بقى من هنا كده اروح سحبة الخيط ده لجوه زي ما انتوا شايفين كده اهو، في قلب اليد بتاعت الشنطة عشان تتقفل معايا كويس اهو. واروح جايه عاملاها بالولاعة عشان خاطر ما تفكش مني. دي كده طريقة تركيب الحلقات. كده خلاص بقى هنركب بقى اليد. الحلقات دي طبعا بتتفتح زي ما انت شايفه كده اهو. ولو حابه تجيبي التانية برضو مفيش مشكله، ولو انت حابه تخيطيها ممكن تخيطيها عادي، وتدخليها بقى في الغرز بتاعتك بالشكل ده كده. ممكن بقى بعد كده اروح مثبتاها بغرزتين بالابره بتاعه التنظيف، واروح مخيطاها هنا بغرزتين عشان خاطر تبقى متماسكه معايا. وهعمل برضو اليد بتاعه الشنطه دي كده. طبعا طريقه الشنطه سهله جدا، والغرزه بتاعتها شكلها شيك قوي. وانا بعد كده بقى هثبتها بالابره برضو، ثبتها كويس. شايفين كده بقى اليد شكلها عامل ازاي. هي الميزه اللي بقى في اليد، عشان خاطر الكادر مش جايبها كده، الميزه في اليد دي ان هي بتتقفل معاكي بالشكل ده كده عشان خاطر ما تضايقكيش وانت شايلاها اهو. شايفين؟ حابه ترفعيها ترفعيها كده، وهتقفليها بالشكل ده كده. بس كده خلاص. الحلقات ديت برضو هتتركب بقى في الجوانب من هنا، وهعمل لها السلسله العاديه خالص. هركب لها سلسله عادي خالص اهو. ده كده الشكل النهائي للشنطة. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم وتكون طريقتها سهلة. هسيب لكم بقى اللينك بتاع تركيب السوسته والبطانة في صندوق الوصف تحت في الفيديو. ما تنسوش بقى تشتركوا كده في القناة وتشجعوني بلايك للفيديو، وتقولوا رأيكم في الشنطة. سلام عليكم.